الناس اللي بتقول ما بتعرفش تتغدى ايه او هتعمل ايه، بصوا القرنبيط ده لسه خارج من الفرن دلوقتي، صينيه كبيره اهي، اكبر صينيه في الطقم. الطريقه سهله قوي بسيطه. الاتراك بيبدعوا فعلا في اللي هم بيصنفوا في القرنبيط. بصراحه المطبخ التركي لا يعلى عليه حقيقي في تصنيف القرنبيط بالذات. انا مش هقول المطبخ المصري مش حلو، لا حلو، بس احنا القرنبيط عندنا يا مقلي يا اما معرفش بالصلصه، طواجن. لا الطرق بتاعتهم فعلا اللي مش بياكل القرنبيط ياكلها. الطريقه دي ان شاء الله ربنا يكرمني واعرف اسجلها بالليل وانزلها، حلوه جدا جدا. هنا القرنبيط بقى مش بيتسلق، في طريقه قبل كده صينيه نزلتها بيتسلق، دي مش بيتسلق، دي زي ما هو بقى القرنبيط بيبقى ني وبنقطعه او نبشره. هنزل لكم الطريقه بالليل، حلوه جدا جدا، بس هي سخنه انا مش عارفه اقطعها هتتكسر. ده جبنه موتزاريلا فيها سمسم فيها حبه البركه، رائعه يا جماعه. تابعوني على القناه بالليل ان شاء الله.